السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وحال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل التمر باللبن. معايا تمر منقوع وفصصته بالشكل ده كده. انا عملت تقريبا يعني لكل فرد 5 تمرات. نقعته علشان بيبقى فيه رملة وحاجات من دي، فنقعته كويس وصفيته وبعدين فصصته. معايا لتر لبن. معايا ربع كوباية جوز الهند، وربع كوباية زبيب، وسوداني مجروش، ومعايا سكر حسب الرغبة. في ناس ما بتحبش تضيف سكر، احنا بنحبه يبقى مسكر شوية فضفت سكر. معايا بقى دورة او بولة كده غويطة هنزل فيها التمر. هنزل عليها باللبن. اللبن طبعا يكون مغلي من بدري وبارد بالشكل ده كده. هنزل عليه بقى بجوز الهند والزبيب والسوداني المطحون، وهنزل طبعا بالسكر. وزي ما قلت السكر اختياري. في ناس ما بتحبش تضيف سكر لان التمر اصلا بيسكر اللبن. ففي ناس بتستكفي بس بالتمر مع اللبن. احنا بقى بنحبه يبقى مسكر شوية فضفت سكر. هقلبه بقى بالشكل ده. هقلبه كويس جدا علشان السكر يدوب. شايفين الشكل جميل جدا ما شاء الله، والطعم روعة جدا حلو قوي. هغطيه بقى واسيبه. انا كده جهزته من الصبح. هسيبه بقى في التلاجة لحد قبل الفطار. وهنا بقى كنا قبل الفطار تقريبا ب10 دقايق. جهزت الكوبايات بتاعتي وطلعت التمر من التلاجة، التمر باللبن. كان داب بقى التمر، كان داب في اللبن خالص ما شاء الله، وكان حلو قوي قوي قوي. ومفيد جدا على فكرة للأولاد. كوباية واحدة منه كفيلة يعني تديكي باور لحد تاني يوم. ومغذي جدا جدا جدا. فوائده عالية أوي، حلوة أوي. هفضيه بقى في الكوبايات بالشكل ده. جربي تعملي التمر بالطريقة دي بيكون حلو قوي. وحط المكسرات كمان، بتعلي طعم التمر وبتخليه حلو قوي، وكمان بتحبب الأطفال فيه. هفضي بقى في الكوبايات كلها بالشكل ده. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الأيام بخير يا رب. وربنا يرحم أمواتنا جميعا. ويا ريت تدعوا لوالدتي بالرحمة. ربنا يرحمها يا رب، ويغفر لها ويسامحها وينور قبرها يا رب، هي وجميع موتى المسلمين. كده بقى انا فضيت التمر باللبن كله في الكوبايات بتاعنا بالشكل ده. ما شاء الله حلو قوي وجميل، كان طعمه تحفة بصراحة. جربي بالطريقة دي ومش هتندم ان شاء الله. كل اللي في البيت عندك هيحبوه قوي. شايفين شكله جميل جدا ما شاء الله. بألف هنا. مع السلامة.